السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هعمل معاكم النهارده اكلة محشي مشكل كرنب وفلفل وبتنجان وكوسة. يلا نشوف المكونات بتاعتنا وهنعمل ايه، وفي تريكات كده مختلفة هنعملها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول جبت الكرنبايه، فرغتها كده من النص وطلعت الورق بالراحة جدا. وحاطه حلة مية على النار هسلق فيها الكرنب. وهعمل التخديعة في وقت واحد. عندي بصلاية كمان مقطعاها كده 4 وهعملها في الكبة بالشكل ده. طبعا انا مش عايزة فرم ناعم قوي عشان انا حابة ان هي يبقى فيها ايه، قطع كده من البصل. الكرنباية بتتسلق معايا، وفي العين التانية هنبدأ نعمل التخديعة. حطيت حلة عليها فيها زيت، وحطيت معلقة من الثوم المفروم وعليها كزبرة مطحونة ومعلقة هريسة. الثوم والكزبرة والهريسة اللي حطيتهم في الاول بيعلوا التست بتاع التخديعة جدا. النور كان قطع معايا والحمد لله ظبطت الدنيا. هنا في حلة فيها الكرنب بيتسلق، والحلة التانية بعمل فيها التخديعة لحد ما البصلة بتاعتي تتحمر. هنفرم الطماطم برضو، هفرمها في الكبة عشان مش عايزاها تبقى ناعمة قوي. وغسلت الخضرة، نقعتها في الاول شوية وبعد كده قطعتها وخرطتها بالشكل دوت ناعم جدا بدون عروق. والطماطم فرمتها حلوة قوي. الحمد لله خلصت، سلقت الكرنباية وقطعتها وخلصت التخديعة. وهبدأ اقور كمان البتنجان. زي ما انتم شايفين كده انا عملت الفلفل، بوريكم بس واحدة من كل حاجة علشان خاطر يعني في بنات كتير لسه ما بيعرفوش يقوروا البتنجان، لكن كلكم ستات بيوت شطار اللهم بارك. قورت البتنجان بالشكل ده. طبعا واحنا بننقي البتنجان نحاول على قد ما نقدر تبقى البتنجانة مش ناشفة قوي علشان ما تبقاش متعبة في التقوير. هقور بالشكل ده. انا معايا بتنجان ابيض واسود، والبتنجان الاسود بيبقى طعمه حلو جدا في المحشي على فكرة. وادي الكوسة هبدأ اقلمها بالشكل ده بالمقوار. من الناحية التانية بتاعت المقوار بيبقى فيه سنون كده. تمام. دي بتدي الشكل دوت. هقور بقى الكوسة بالشكل ده، وطبعا بالراحة جدا عشان خاطر الكوسة بتطق كده، بتتكسر يعني. تمام. هقور بالشكل ده. مش هعمل طبعا الكمية كلها عشان مطولش عليكم، فانا هعمل واحدة من كل نوع كفاية كده. ده الورق الكرنب بعد ما قطعته، متقطع تقطيعات حلوة قوي لان انا مش عايزة صوابع كبيرة. وعندي الولاد بيحبوا الورق الاخضر فايه، انا مش برميه بصراحة، في ناس كتير بترميه. هنا التخديعة تبلتها، حطيت مكعبين مرقة، ملح وفلفل وكمون وبهارات، وكتري طبعا من الكمون عشان خاطر الكرنب والغازات والحاجات دي. تمام. هبدأ احشي معاكم الكرنب بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين في الاول انا جبت الحلة وقطعت فيها عروق الكرنب اللي هي بتطلع من التقطيع، وفرشتها في قاع الحلة. وهبدأ بقى ايه احشي الصوابع بتاعتي متنسقة وحلوة جدا، مش عايزة صوابع كبيرة. يعني برضو من مميزات محشي الكرنب ان انتي متعمليش الصوابع كبيرة، بيبقى مش عاطفي خالص. هبدأ احشي بالشكل ده. طبعا مش هحشي الكمية كلها معاكم عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل. الناس بتمل جدا من المقاطع الطويلة، فبحاول اختصر على قد ما اقدر. اهم حاجة لما تيجي تعملي التخديعة وتحطي الرز بتاعك، ما تحطيش الخضرة مع التخديعة في الاول. الخضرة بتتحط بعد ما بنقلب الرز في الاخر خالص عشان تفضل محافظة على لونها وخضرها بالشكل ده، وعشان كمان القيمة الغذائية بتاعتها ما تضيعش منك. الحمد لله خلصت الكمية كلها وحشيت البتنجان. وهبدأ اسقي المحشي بتاعي. طبعا حاطة حلة شوربة على النار متبلة حلو جدا مظبوطة. هبدأ اسقي المحشي، واهم حاجة ما نزودش الشوربة بتاعتنا، يعني ما تعديش اول طبقة في المحشي. تمام. وحطيت معلقة سمنة على الوش، هغطي عليه واسيبه يعني ان شاء الله نص ساعة كده ويستوي. والبتنجان معايا برضو كده، حطيت برضو معلقة سمنة على الوش، سمنة بلدي، وحطيت الشوربة بتاعتي. وبرضو ما تكتريش الشوربة عشان خاطر ما يبقاش مليان شوربة زيادة كده في الاخر وتيجي تغرفيه يفضل
ينزل المية ويعجن منك وكده. حطيت السمنة على الوش تدي طعم حلو جدا، السمنة البلدي، وهغطي عليه. هنا بقى المحشي بتاعي بسم الله ما شاء الله استوى وطعمه يجنن يجنن يجنن. عايزه اقول لكم ما كانش معجن وكان مفلفل كده وحلو قوي. جربوا الطريقه بتاعتي والتركات المختلفه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وما تنسوش لايك وشير، ولو في اي استفسار انا معاكم.